فيلمنا بيبدأ ببنت يتيمة اسمها فيليسي وبتكون عايشة في دار أيتام، وبنشوفها وهي بتحاول تهرب من الدار دي لكنها بتفشل، وبيزعل منها صديقها اللي اسمه فيكتور لأنها حاولت تهرب من غيره. فبتوعده فيليسي إنهم يهربوا سوا المرة الجاية زي ما دخلوا الدار دي سوا. وبتتضايق مديرة الدار من فيليسي وبتقولها إنها عارفة إن هي نفسها تبقى راقصة باليه، لكنها لازم تشيل الأحلام دي من دماغها لأنها أحلام خيالية ومش هتتحقق، وده لأن الحياة صعبة وقاسية. وبعدها بيقعد فيكتور مع فيليسي وبيوريها صورة لمدرسة الباليه اللي في باريس، فبتنبهر فيليسي بالصورة جدا، وبيوعدها فيكتور إنه هياخدها للمدرسة دي علشان تبقى أشهر باليرينا في باريس. وبيكمل كلامه وبيقولها إن هو كمان هيبقى أعظم مخترع في التاريخ. وبالليل بتصحى فيليسي من النوم بعد ما بتحلم بكابوس مرعب، ووقتها بتتفاجئ فيليسي لما بتلاقي فيكتور قدامها وهو متنكر في شكل المربية بتاعتهم، وبيطلب منها إنها تيجي وراه من غير ما تعمل صوت علشان محدش يصحى ويشوفهم وهما ماشيين. بس بيصحى مشرف الدور بالصدفة، ولما بيشوفهم بيجري وراهم، فبيجروا بسرعة ويحاولوا إنهم يهربوا منه لحد ما بيطلعوا فوق السطح. وهناك بيركب فيكتور جناحات لنفسه، وبيقول لفيليسي إنه فضل يدرس أسلوب الفراخ في الطيران لشهور كتير لحد ما فهم هما بيطيروا إزاي. بس وقتها هي بتقوله إن الفراخ أصلا مش بتطير، لكن فيكتور مش بيصدقها وبيرمي الفرخة اللي بتقع من فوق السطح. ولما بيشوفوا المشرف جاي من وراهم بيشيل فيكتور فيليسي وبيطير بيها بسرعة، ولحسن حظهم بيقف في عربية كارو، وساعتها بيقع من فيليسي علبة الموسيقى بتاعتها، فبيحاول فيكتور إنه ينقذ العلبة ويرجعها لها. وبعدها بينجحوا في الهروب من المشرف وبيلحقوا يركبوا القطر. بس بتلاحظ فيليسي إن علبة الموسيقى بتاعتها باظت وبتزعل عليها جدا، وساعتها فيكتور بيقول لها إنه هيقدر يصلحها لأنه عارف هي غالية عندها قد إيه. وساعتها بيوصل القطر للمحطة وبيفتح العمال الباب وبيستخبوا بسرعة جوه صندوق من الصناديق، ولما بيخرجوا بيلاقوا نفسهم وصلوا لباريس. وبيفضل الاتنين يتمشوا في شوارع باريس وهم منبهرين من جمالها. ولما فيليسي بتسأل فيكتور عن مدرسة الرقص بيقول لها إنه ما يعرفش مكانها، لكنهم ما ينفعش يتخلوا عن أحلامهم ولازم يوصلوا لها. فبتسأله إذا كانت مجنونة علشان حلمت إنها في يوم من الأيام ممكن تبقى باليرينا، بس لما بتبص حواليها ما بتلاقيش فيكتور، وبتكتشف إنه وقع في مركب ماشية في النهر. وبيقول لها إنه ما بيعرفش يعوم، وبيتفق معاها إنها لازم تقابله بكرة عند الجسر ده في نفس الميعاد. فبتمشي فيليسي وبتفضل تلف في شوارع باريس لوحدها لحد ما فجأة بتلاقي قدامها مدرسة الباليه اللي هي كانت بتدور عليها، فبتجري عليها وهي مش مصدقة نفسها، وبتدخل المبنى وبتكون منبهرة من فخامته. وبعدها بتدخل أوضة التدريب لما بتسمع صوت الموسيقى طالع منها، وهناك بتشوف باليرينا وهي بترقص وبتقعد تتفرج عليها لحد فجأة ما بيظهر الحارس وبيمسكها وبيبقى فاكرها حرامية. فهي بتحاول تشرح له وتقوله إنها مش حرامية، وساعتها بتنقذها عاملة النظافة من إيده وبتاخدها وتمشي من المكان. فبتشكرها فيليسي وبعدها بتسألها عن الباليرينا اللي كانت بترقص جوه الأوضة، فبتقولها إن اسمها روزيتا وإنها تبقى الراقصة الأفضل في دار الأوبرا، وبتطلب منها عاملة النظافة إنها تمشي من هنا وما تعملش مشاكل. بس فيليسي بتقولها إنها يتيمة وإن دي أول ليلة ليها لوحدها في المدينة، وبتترجاها ما تسيبهاش، لكن عاملة النظافة بترفض استضافتها. فبتقعد فيليسي على السلم وهي مش عارفة تروح فين لحد ما بتسمع العاملة وهي بتتكلم مع صاحبة البيت اللي بتقولها إنها لازم تنظف السلالم في أسرع وقت. فبتجري فيليسي عليها وبتقولها إنها تقدر تساعدها في تنظيف السلالم، خصوصا إنها صغيرة وكانت متعودة على الشغل ده في الدار. ولأن العاملة كانت رجليها تعبانة فبتوافق وبتعرفها إن اسمها أوديت، وبتقولها إنها تقدر تقعد معاها في الأوضة لحد ما تلاقي بيت لنفسها. وبتحكي فيليسي لأوديت إنها هربت من دار الأيتام لأنها نفسها تبقى باليرينا، وإنها انبهرت لما شافت الباليرينا روزيتا وهي بترقص، وبتسألها لو تقدر تساعدها، بس بترد عليها أوديت وتقولها إنها ما تقدرش تعمل حاجة. ولما بتبص فيليسي من فتحة الباب بتشوف بنت بترقص، وفجأة بتفقد فيليسي توازنها وبيتفتح الباب بالغلط وبتقع جوه الأوضة. فبتتضايق البنت وبتسألها إزاي تدخل عليها من غير ما تستأذنها الأول، فبتعرفها فيليسي بنفسها وبتقولها إنها بتشتغل مع أوديت، وبتسألها إذا كانت راقصة باليه محترفة، فبتقولها البنت إنها لسه بتتمرن ومستنية جواب الموافقة من المدرسة، وإنها من السنة الجاية هتبقى راقصة باليه رسميا. فبتنبهر بيها فيليسي وبتقولها إن هي كمان نفسها تبقى باليرينا، فبتضحك عليها البنت جدا وبتقولها إنها مجرد عاملة نظافة نكرة، وبتاخد منها علبة الموسيقى بتاعتها وبترميها من الشباك، فبتقع العلبة على الأرض وبتتكسر، وبتجري عليها فيليسي وهي زعلانة جدا. بس في الوقت ده بيدخل عامل البريد وبيقول إن في جواب جه لصاحبة البيت من دار الأوبرا، فبتاخده منه فيليسي وبتقرر تروح للدار بالجواب ده مكان بنت صاحبة البيت المغرورة.
وهناك بيمسكها الحارس مرة تانية، ولما بيقرا الجواب منها بيقول لها إنها مش كاميليا صاحبة الجواب ده، وبيصمم إنه ياخدها للبوليس. بس ساعتها بيدخل عليهم مدير الأوبرا وبيسأله عن اللي بيحصل، فبيقوله الحارس إنها واحدة بتدعي إنها كاميليا اللي توافق عليها تكون باليرينا في الأوبرا عندهم. فبيسألها المدير لو كانت هي كاميليا فعلا، فبترد عليه إنها أيوة هي فعلا. فبيصدقها المدير وبيرحب بيها وبيقول لها إن اسمه أوجست وإن هو مخرج الأوبرا. وبعدها بتلبس فيليسي لبس الباليه، ولما بيرن الجرس بتجري بسرعة علشان تلحق حصة الرقص بتاعتها، وبتدخل الفصل وبتشوف البنات وهما بيتمرنوا، فبتحاول إنها تتعرف عليهم. وفجأة بيدخل عليهم المدرب، فبتجري البنات بسرعة وبيعملوا صف واحد، وبتسألهم فيليسي مين الشخص ده. فبترد عليها واحدة من البنات وبتقول لها إنه اسمه لويس، وهو أشهر مصمم رقصات في العالم. وبيبدأ لويس يتكلم ويقول لهم إن النهاردة يوم مهم جدا، لأنه هيختار واحدة منهم علشان تؤدي دور كلارا في عرض كسرة البندق اللي هيتقدم في احتفالية راس السنة مع النجمة روزيتا. وفي آخر اليوم بيقول لهم إن كل البنات عندهم الفرصة في الانضمام، لأنهم كلهم اشتغلوا واجتهدوا وعندهم الموهبة ما عدا هي. بيكون شايفها مستواها قليل جدا وما عندهاش أي موهبة، وبينبه عليهم إن من بكرة هتبدأ مرحلة الاختيار. وبعدها بتروح فيليسي وبتقابل فيكتور عند الجسر زي ما اتفقوا، وبتوريله فيليسي علبة الموسيقى بتاعتها اللي اتكسرت علشان لو يقدر يصلحها. فبياخدها فيكتور وبيقول لها إنه هيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه، وبيقول لها إنه خلاص هيبقى مخترع كبير، وإنها غيرانة منه علشان هو حقق حلمه في يوم واحد. وبيعرفها إنه لقى شغل مع الشخص اللي بنى برج إيفل، وبيحكي لها عن اللي حصل له اليوم اللي فات، وبيقول لها إنه مازال شغال على مشروع الطيران بتاعه. فبتقول له إنها كمان حققت إنجاز وبقت طالبة في دار الأوبرا، وهتبقى باليرينا كبيرة في باريس. بس هو بيتريق عليها وبيقول لها إنها ما بتعرفش تكدب، لأن كل مرة بتكدب مناخيرها بتترعش. فبتتضايق فيليسي جدا وبتحكي له الحقيقة وكل اللي حصل معاها. وتاني يوم بترجع للمدرسة علشان تكمل تدريب، وبتبدأ الاختبارات وبتحقق فيها كلها أقل نتائج، والمدرب بيختارها علشان تمشي من المجموعة. لكن فجأة بتتكسر رجل واحدة من البنات التانية، فبيضطر يخرج البنت دي مكان فيليسي. وبعد الحصة ما بتخلص بتشوف أوديت، فبتجري بسرعة تستخبى منها علشان ما تشوفهاش وتعرف اللي هي عملته. وبتدخل أوضة وبتلاقي قدامها ولد بيتمرن، ولما بتسأل عنه بترد واحدة من البنات وبتقول لها إن اسمه رودي، وبتعرفها إنه من صف الأولاد المتفوقين وإنه أجمل ولد في دار الأوبرا. وفجأة بتشوفها أوديت وبتحاول فيليسي تشرح لها الموقف، لكن أوديت بتسيبها وتمشي. بس بتروح فيليسي وراها علشان تعتذر لها، لكن أوديت بتقول لها إنها ممكن تخسر شغلها بسبب كذبتها دي. فبتحاول فيليسي تشرح لها إنها طول عمرها بتحلم تبقى باليرينا، وبتقول لها إنها من ساعة ما شافت روزيتا بترقص حست إن أحلامها ممكن تتحقق. وفي اليوم اللي بعده بتصحى فيليسي على صوت جرس، وأوديت بتاخدها وبتطلب منها تلمس الجرس اللي متعلق ده. ولما فيليسي بتعمل كده وتقدر تلمسه بتقول لها أوديت إنها لازم يكون عندها توازن وخفة، علشان كده لازم تتعلم تلمس الجرس من غير ما تعمل صوت في المية اللي تحته. فبتفضل فيليسي تحاول كتير تعمل كده لكنها ما بتنجحش، لحد ما بتشوف ريشة وهي بتقع في المية وما بتعملش أي صوت، وساعتها بتفهم إنها لازم تقلد الريشة دي. وبتفضل تتمرن لحد ما بتروح الحصة اللي بعدها، وبتنجح في تخطي مرحلة الاختيار التانية. وبعد ما بتخلص الحصة بيطلب رودي يقابلها فوق قمة المبنى، وبيتأسف لها علشان تجاهلها أول مرة شافها فيها. وبعدها بتروح فيليسي تقابل صديقها فيكتور، وبتحكي له عن اللي حصل مع رودي، وبياخدها فيكتور للمكان اللي بيشتغل فيه وبيفرجها عليه. وبمرور الأيام بيبدأ المدرب يلاحظ التقدم اللي هي وصلت ليه. وفي يوم بتقعد معاها أوديت وبتسألها عن سبب إنها بتحب الرقص، فبتقول لها إن ده حلمها من زمان جدا. وبعدها بتندمج وبتحاول تعمل القفزة العظيمة، بس بتفشل وبتقع على الأرض. فبتقول لها أوديت إنها لسه مش جاهزة للحركة دي لأنها حركة صعبة جدا. وساعتها بيوصل فيكتور اللي بيكون بيضحك عليها وهي واقعة على الأرض، وبياخدها بعدها ويروحوا يسهروا سوا وبيرقصوا هما الاتنين، وبتندمج فيليسي وبينبهر بيها كل الموجودين اللي بيكون بينهم المدرب بتاعها، وبيكون شايفها وهي بترقص من بعيد من غير ما تشوفه. بس لما بتغلط فيليسي وبتقع قدامه بيقول لها المدرب إنه يتمنى إنها تعمل أحسن من كده في الحصة اللي جاية. والمفاجأة في تاني يوم لما بتوصل للمدرسة بتلاقي هناك صاحبة البيت هي وبنتها، وكمان معاهم المدرب والمخرج. ساعتها بتفهم فيليسي إن كدبتها اتكشفت وبتعترف لهم بكل حاجة. ولما بتدخل عليهم أوديت بتشوفها صاحبة البيت وبتتهمها إن هي اللي ورا كل اللي بيحصل، وبتطردها من شغلها. بس وقتها بيقرر المدرب إنه يقبل كاميليا الحقيقية في الصف بتاعه بشرط إنها تسيب أوديت مكملة في شغلها. وبيقول لفيليسي إنها كدبت عليه لكنها تعبت واشتغلت على نفسها، وعلشان كده هي كمان هتفضل في المسابقة.
وبيوعدها إنها لو نجحت تاخد الدور هيضمها للفرقة الرئيسية، لكن لو فشلت هتخرج من الأوبرا نهائيًا. وبعدها بتروح فيليسي تشكر المدرب، وبالصدفة بيشوفوا أوديت اللي بترقص وهي بتكنس، فبتسأله فيليسي عن أوديت وهي صغيرة إذا كانت راقصة جيدة، فبيقول لها المدرب إنها ما كانتش بس راقصة محترفة، لأ دي كانت أفضل راقصة في الأوبرا كلها. وبيحكي لها إن لما حصل حريق في المسرح رجليها اتصابت، وإنها من ساعتها اعتزلت الرقص. فبتجري فيليسي على أوديت وبتحضنها، بس أوديت بتقول لها إن مفيش وقت، وإنها لازم تتغلب على كاميليا علشان تحقق حلمها. وبتبدأ أوديت تشرح لها إن كاميليا قوية جدا في أساليب الرقص، وإنها عندها قوة وثبات عالي وما تعرفش كلمة خسارة، على عكس فيليسي اللي عندها ضعف القوة البدنية بسبب نقص التغذية ومشاكل تانية كتير جدا. فبتسألها فيليسي طب وكده هقدر أكسبها إزاي؟ بس بترد عليها وبتقول لها إن عندها حاجة مش موجودة عند كاميليا، واللي هي الشغف، وإنها بتحب الباليه وبالنسبة لها مش مجرد رياضة. وبتطلب منها أوديت إنها تتمسك بالشغف ده وما تتخلاش عن حلمها، وهي ساعتها هتقدر تهزمها. وفي الحصة اللي بعدها بيختار المدرب بنت من البنات علشان تخرج، وما بيفضلش غير كاميليا وفيليسي اللي بيقول لهم إن بكرة هيعرف مين فيهم اللي هيكسب الدور ويرقص مع روزيتا. وبعدها بيجي رودي وبيقول لها إنه عاوزها تخرج معاه بالليل في برج إيفل، فبتروح لفيكتور وبتقول له إنها قدرت توصل للتصفيات النهائية، وبتحكي له عن رودي وإنها معجبة بيه. فبيطلب فيكتور من فيليسي إنها تقابله الساعة 7 عند برج إيفل، لكنها ما بتهتمش بكلامه وبتسيبه وتمشي. ولما بتروح فيليسي للبيت بتجيلها أوديت وبتديها الحذاء بتاعها، فبتفرح وبتشكرها وبتقول لها إنها هتروح تقابل رودي عند برج إيفل. فبترفض أوديت وبتطلب منها إنها ما تروحش علشان تتمرن وتلحق ترتاح قبل اختبار بكرة. وبعد جدال طويل بتتخانق معاها أوديت وبتقول لها إنها مش عارفة مصلحتها، فبتقول لها فيليسي إنها مش مامتها علشان تتحكم فيها كده. فبتحزن أوديت جدا من كلامها، وبتحاول فيليسي تتأسف لها بعدها، لكن أوديت بتطلب منها تروح ميعادها. وفعلا بتروح فيليسي تقابل رودي عند البرج، واللي بيحاول طول المقابلة إنه يبهرها، لكنها مش بتنبهر بأي حاجة بيعملها خالص. وفي نفس الوقت ده بنشوف فيكتور بعد ما حضر عشاء رومانسي وبيكون عامله مفاجأة لفيليسي، وبيحاول يتخيل التفاصيل كلها لما توصل فيليسي، هو هيقول لها إيه وهي هترد بإيه. وفي الوقت ده بتوصل فيليسي فعلا، بس بيكون معاها رودي اللي لما بيشوف فيكتور بيقول عليه متشرد وبيفضل يقلل منه، وبيحاول إنه يحمي فيليسي منه. لكن فيليسي بتقوله إن فيكتور يبقى صديقها وإنه مش متشرد ولا يمكن أبدا هيضرها لأنهم اتربوا سوا. وساعتها فيكتور بيسألها هي ليه حاسة بخجل وهي بتتكلم عنه قدام رودي، وبعدها بتقوم خناقة بين الولدين، فبتطلب فيليسي منهم إنهم يوقفوا خناق وبتسيبهم وتمشي. وفي تاني يوم بتصحى متأخرة على ميعاد التدريب بسبب سهرها بالليل، وبتجري علشان تلحقه، وبتتوسل للمدرب بتاعها إنه يسمح لها ترقص. وفعلا لما بتيجي ترقص بتقع لأنها ما نامتش كويس ولا اتدربت امبارح، فبيطلب منها المدرب إنها تبدأ من جديد بس بتقع تاني. فبتاخد كاميليا الدور، وبتقعد فيليسي تعيط، وساعتها بتقرر إنها ترجع لدار الأيتام اللي هي اتربت فيه، وهناك بتصمم إنها تتمرن لوحدها. وبتحاول بعدها تهرب مرة تانية، بس المرة دي بيساعدها المشرف بنفسه. وبترجع فيليسي للمدينة وبتشوف أوديت وهي بتنظف الأرض، فبتقول لها إنها عاوزاها تساعدها وإنها محتاجة لها وعاوزة تفضل معاها على طول، وبتجري عليها وبتحضنها وتتأسف لها. فبتوافق أوديت وبتسامحها، وبتقول لها إن الشغل هيبدأ 6 الصبح وإنهم هيعيشوا سوا في أوضة أخدتها من مدير دار الأوبرا. وبتروح بعدها تسأل على فيكتور في مكان شغله علشان تتأسف له، فبيرفض فيكتور مقابلتها، وبيقابلها زميله اللي بيديها علبة الموسيقى بتاعتها بعد ما فيكتور صلحها. وبعدها بتدخل كاميليا وفيليسي في تحدي هما الاتنين على المسرح، وبترقص كل واحدة فيهم وبتتفرج الدار كلها عليهم لحد ما كاميليا بتزق فيليسي وبتوقعها، لكنها بتقدر تقوم مرة تانية وبتكمل رقص. وفجأة بتتحرك فيليسي بسرعة وبتعمل قفزة عالية جدا من فوق السلالم كلها، فبينبهر بيها كل الموجودين وبيسقفوا لها. وبعدها بيروح لهم المدرب وبيسألهم عن السبب اللي خلاهم يرقصوا، فبتقول كاميليا إن مامتها هي اللي فرضت عليها ده، أما فيليسي فبتقول إن الرقص ده كان دايما جزء من حياتها. فبيقرر المدرب إنه يختار فيليسي لعرض كسرة البندق، وبتروح بعدها لفيكتور وبتقوله إنها هترقص في عرض كسرة البندق. فبيفرح فيكتور جدا وبيقرر إنه ميفضلش كاتم حبه ليها، وفعلا بيعترف لها فيكتور إنه معجب بيها. وبعدها بنشوف فيليسي وهي متأخرة عن العرض بسبب مطاردة مامة كاميليا ليها، فبينقذها فيكتور بعد ما ركب الجناحات اللي هو اخترعها علشان يطير بيها، وبيقدر إنه يوصلها للعرض بسرعة. وأخيرا بتحقق فيليسي حلمها وبتبقى أعظم باليرينا في باريس. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا. ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.